السلام عليكم، كيف نتوما؟ لاباس عليكم بخير؟ نتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وصحه جيده وتتمه الفيديو ديال البارح، لان هذا الشيء كامل عملته في نهار واحد. انتم كتعرفوا نهار الاول رمضان كل واحد شنو يخصو كيبداو يتشهاو. كانت عندي الطلبيه ديال بريوات الكاوكاو، قلت حتى هو نشاركو معكم، علاش لا احسن ما نعمل فيديو بوحديتو. وهذه التحليه ديال فلان بكواخاضه باللوز للاسف ما تصور حتى تكل، ما حيت نتوما عارفين بنادم كيكون مدوخ بصح من حسب صورته مع كنت طيبته بالليل وفي السحور ملي نوض حتى كلينا عاد تفكرت انني ما صورتوش. المهم صورته. المهم الاهم هي انني نشارك معكم الوصفه. اول حاجه غادي نبدا لكم، غنبداو معكم بالخبز ديال المقله او البطبوط، كل واحد شنو كيسميه، حنا كنقولوا الخبز المقله. وبسم الله على بركه الله غنبدا معكم المقادير. كتعملوا الكميه ديال الطحين، مثلا 2 طيسان د الطحين في طاسه ديال الطحين ديال الفينو، الملح حسب الذوق، الخميره ديال الخبز حسب الجو، والماء دافي، ما كتعملوش السكر. ديك التحميره اللي كتجي فيها نتوما غادي تعرفوا السر فايش. صافي كتجمعوا الخليط ديالكم، ما كيبقى حسب الخليط. ما نقدرش نحدد لكم الكميه بالضبط، انا قلت لكم مثلا بغيتو تعبروا بطيسان عمرو بطيسان، بغيتو بالميزان مثلا بالميزان غادي تعملوا نص كيلو ديال الطحين بيض، وغتعملوا 4 طحين ديال الفينو. كنظن الطحين ديال الفينو كلشي كيعرفوا داك كيجي بحال السميده، هو رقيق بحال الطحين عام. ان شاء الله ديك الساعه نشارك معكم حتى ديال انتغرال، حتى هو كيجي نفس الطريقه ونفس غير شنو كيسمى الكميه المهم الطحين كيختلف وصافي. غادي تجمعوا المكونات ديالكم. العجينه غادي تكون رطبه ماشي قاصحه وماشي خفيفه، وما تخليوها تخمر لا نوبه لوليه لا حتى حاجه. كيف ما كتجمعوا العجين ديالكم ومباشره كتشكلوها. وقلت لكم على حساب فلان والله العظيم الا حاسبه كنت صورته، ولكن للاسف بغيت نشارك معكم الوصفه مره اخرى ان شاء الله نصوروا ونعمل اللي ما فهمش نعمل التصويره ديالو التصور ديالو فيديو ديالو بوحديته. المهم بغيت نشاركوا معكم هنا مره واحده. هنا العجينه بعد ما عجنتها مباشره كنشكلها. كتقطعوا الحجم اللي بغيتو نتوما ديال الكره، وكتقرصوا بديك الطحين ديال الفينو. كتشوفوا العجينه كتجي رطبه وما كتلصقش في نفس الوقت. انا قطعت عيني ميزان، يعني ما عملتش شنو اسمه الميزان ولا شي حاجه، عيني ميزاني، ما عملتهمش كبار ما عملتهمش صغارين، متوسطين. وملي تكونوا كتكوروهم بالفيلو حاولوا ما امكن الفيلو ما تدخلوهاش لداخل في وسط ديك الكرات، غير على الوجه وصافي. هذه من اهم الاسرار او من اول الاسرار. والسر الثاني انه كيفاش باش كيجي محمر بلا سكر بلا، حيت حنا معروفين العجائن المهم الخبز ولا هذا كنعملوا السكر باش كيتحمر لنا. وهذا الخبز مقله ما كتعمل لا خبز لا سكر لا حتى شي حاجه. هذه الطريقه هذه كنت شفتها عند واحد اليوتيوبرز، كانت استضفتها مريم بركات، ولكن شنو اسمها والله ما بقيت عاقله، حتى القناه ديالها ما بقيتش عاقله عليها. ملي بدات الجيميل ما بقاتش عندي كطلع لي في شنو اسمها، خصني تندخل الفيديوهات ديال مريم بركات باش نعرف شكون هي. العام كانت استضفتها واقيلا العام اللي فات بداك دقدق كاين شي فطور واقيلا برنامج، وكنت تبعت النصائح ديالها. وتبارك الله الخبز المقله ديالها كيجي ما شاء الله. العام اللي فات جوزت رمضان كامل به، كنت كنعمل الانتغرال وهذا العادي البيض، حيت ولادي ما كياكلوش انتغرال. صافي كتشكلوا الخبيزات ديالكم، كتغطيوهم، كتخليهم يرتاحوا شي 5 دقائق باش يساعدوكم في الطليق. هانتوما عارفين الطحين البيض ما يمكنلكش تقرصوا في ديك اللحظه هذيك، خصو يرتاح باش كيعطيك الطعم في الطليق. وما كتطلقهمش غلاطين، كتخليهم رقيقين شويه حيت الخبز الطحين البيض كيتنفخ. انا قلت لكم في نفس البول ديال البارح، يعني كنت عجنت العجينه ديال المعجنات الاول ومباشره موراها عجنت العجينه ديال الخبز. المهم كان يدهنا ويدهنا ويدهنا ويدهنا. والبريوات عاو كان عندي كنت كنقليهم، حيت البريوات كنت شكلتهم بالليل، قصرت عليهم حتى 11 الليل ولا حتى 12 الليل كنت قصرت عليهم، حتى لغدا نهار الاول د رمضان عادك قليته. وقلت يا ديك نشارك الفيديو مره واحده باش ما نبقاش نعمل كل حاجه بوحديتها. واللي ما فهمش شي حاجه بطبيعه الحال يخلي لي في التعليق وان شاء الله نشوف السؤال نجاوب.
وفلان صدقوني كيجي غزال. كاين حنايا واحد الفلان ديال كيتعدل في المناسبات، فلان بالطرون هذاك بوحديتو كيمشي بفلان رويال وفلان زدتشينو، وهذا ديال كواخادا. هذه دابا غادي المهم بعد ما قرصت العجينه خليتها ترتاح. هذه هنايا غادي نوجدوا الحريره. انا الحريره هذه الطريقه ديالي من دائما كنشبر كميه د مطيشه، مثلا كيلو د مطيشه ولا كيلو نص. المهم المطيشه كنغسلها وكنكب عليها الماء غليان، كنخليها شي 5 دقائق حتى كترطب. من بعد كنحيد منها كنصفي منها داك الماء وكنطحنها بالقشره ديالها بكل شيء، عاد كنصفيها. صدقوني كتجي مطيشه حمراء. المهم انتم غتشوفوا الطريقه هنايا من بعد ما طحنتها. انتم كتشوفوا هنايا كصفيها. انا هذه الطريقه ديالي من دائما. والربيع خصني نقطعو بيدي. هذا المهم بعد ما كنطحن مطيشه كان لديك العواد الكرافس اللي طول هذاك الله يسمح لي منهم ما كنحملهمشي. والبصله كبيره المهم البصله متوسطه كنطحنهم مع ديك مطيشه. اما الوراق ديال الكرافس والقزبر معدنوس كيعجبني نطقطقو بيدي ويكون الربيع طري ديال الحريره. انا ما كيعجبنيش الربيع ديال الحريره يكون منكون خلاضر نهائيا، كتحمقني الحريره الربيع الطري صافي. المهم هنا كنقول لكم هذا غنقطعو بيدي، وهذا العروق ديك العواد الكرافس والبصله كنسيبهم في ديك المطيشه اللي صفيت وكنطحنهم مزيان، حيت ما كنحملش شي حاجه تكون هيدا الكرافس كبيره ولا شي طرف د البصله. هيدا البصله بغيت كاين اللي كيحكها، انا ما كيعجبنيش نحكها، كيعجبني نطحنها ما تبقاش تبان لي. هذه الطريقه ديالي. الربيع ما كيعجبنيش مطحون في الحريره فقط من غير العواد الكرافس. هنا بعد ما طقطقت الربيع القزبر ومعدنوس وديك الوراق د الكرافس غادي نعصر نص حامضه، حيت باش اللي كيعجبو المهم الحريره تجي محمضه كنزيد انا نص عصير حامضه. وكنعمل العطومه. اللحم ما كتعجبنيش فيها بزاف، ولكن كيحمقني الحريره نسمه بالعطومه. شكون اللي فحالي. المهم هي سبحان الله كل واحد والطريقه ديالو. هنا غادي نضيف العطريه كل من الخرقوم، حيت انا عندي هاد الطنجره هذه ديال 9 لتر. عملت 2 معالق صغارين من الحاجه، معلقه صغيره ماشي زعما ديك المعلقه صغيره اللي مواسطه، لا معلقه صغيره. المهم عملت سكينجبير، الخرقوم، الابزار شويه. الابزار ما تكثروش في الابزار لان الحريره اذا جات حاره ما كتجيش مزيونه. والسمن والقرفه كيبقى اختياري، بغيتو تعملوها عواد او لا عملوها غبره. انا عملتها غبره حيت خفت نعملها عواد وين تلف لي ديك العود وما نجبروش. والملح حسب الذوق. الملح بطبيعه الحال دابا ما كنعرفوش حتى مورا الفطور عاد كنعرفوها واش جات مسوسه ولا مالحه. المهم كتعملوا الكميه اللي قدرتو. وموراها كنعمل مطيشه الحك. هذاك ماشي دابا كنعدلها من بعد. هذا السمن ماشي حار، هذا السمن ديال كولينور ديال تطوان. قلت لكم في الفيديو ديال الشباكيه اول مره نشوف كولينور هنايا. شويه زيت زيتون، غير شويه الزيت، يمكن لكم تستغناو عليه، انا كيعجبني نعملو. هادو العطومه اللي قلت لكم كيحمقني نسم الحريره بالعطومه، كتجيني انا اللي ضاف ديك العطومه ماشي في اللحم. كنظن ذكرتكم الاقامه كامله. سكينجبر، الخرقوم، كاين اللي كيعمل راس الحانوت. انا ما عملتش راس الحانوت، دابا رمضان نبعدوا عليه. كنعرقها مده 15 دقيقه العافيه مجهده ماشي ضعيفه. والعدس كتكون عندي ديجا مرطبه، والحمص كذلك. الحمص ما كنقشرهاش حيت ما كيعجبنيش يقشروا، ماشي العدس. هنا العدس كنت رطبتها قبل بساعه باش ما ديك المكوحه ديالها ما وما كيطلعوناش ديك الجلود ديالها فوق الحريره. من احسن رطبوها ساعه المكانه حتى 2 ساعات. ضفت الحمص من بعد ما تعرقت ديك التعريقه. المهم 15 دقيقه عرقت ديك الصلصه. ضفت من بعد الحمص والعدس، وغادي نمرقها غير بشي حاجه د الماء. الجهد اللي غادي يطيب لي فيه ديك المقادير. وهنا كنضيف 2 معالق كبارين ديال الصلصه د الحك، وغادي نشد على الطاجه ونخليها طيب. المهم الخبز ديالي من بعد ما قرصته ها هو خمر تبارك الله. دابا بديت نطيبو. اول حاجه كتعملها ملي كتجي تهز الخبز ديالك كتهزو كيف هزيتو انا وكتنزلو هيداك، ماشي كتقلبو على جهه اخرى.
ثاني حاجه المقله كتكون سخونه والعافيه مجهده، من كتنزل الخبزه كتنقص لها واحد شويه والمقله تكون ثقيله. انا هذه عندي ثقيله هاد المقله، وعندي حتى المقله ديال الرغايف ديال وجده. هنايا كنت كتشوفوني كنحرك حيت كنت كنوجد الحشوه اللي هذاك الشنيك اللي كنت وداك القوارير البيتزا اللي كنت شاركت معكم، حيت كنت يدي هنا ويدي هنا باش نسربيه مره واحده. فاش كتشوفوها هي الله تنفخت، كدهنوا بعدك المقله بالزيت هي الاول، هذاك هو داك الزيت هو اللي كيحمركم الخبز ديالكم. فاش كتشوفوها تنفخت كتهزوها غير من القنت، بحال اللي كتقرفصوها وكتهزوها وتنزلوها بشويه. وحتى ملي كتجيو تنزلوا الخبزه ديالكم اول مره حتى هي كتنزلوها بشويه، ماشي كتنزلها طرخ كما كنت كنعمل انا شحال هادي. وطبعا الحال كتبقاو تمسحوا المقله كل ما كطيب، حيت ديك الطحين ديال الفينو بحال اللي كيتحرق باش ما يوسخكمش الخبز ديالكم وصافي. وكدهنوا المقله ديالكم بشويه الزيت، غير شويه الزيت ماشي بزاف. كتنزل الخبزه ديالك ملي كتشوفها يلاه بدات كتنفخ، كدرش فوق منها الزيت، عاود كتقلبها بشويه صافي حتى كتحمر لك، كيجي مفشفش وكتني الورقه كيف كتني بحال الورقه وما كيتقطعش. غادي تقولوا لي وصافي كلشي كيعرف يعمل بطبوط، سي كلشي كيعرف يعمل بطبوط، ولكن كيفاش كيجيك الخبز البطبوط؟ انا بدي كنت كنعرف شحال ديما كنت كنعرف نعمل الخبز المقله، ولكن ما كانش كيجيني. وهي السعاده الصراحه الله السعاده كتحس بها ملي كيكون داك الخبز كيتنفخ والرغايف كيتنفخوا، كتكون السعاده تما كضحك معكم وصافي. انا عارفه تبارك الله النساء الحاذقات المغربيات، ولكن المهم انا بغيت نشارك معكم الطريقه ديالي باش اللي ما كيفهمش اللي ما كيعرفوش كان في حالي نوريه نعلمه كما تعلمت انا. المهم صافي كنستمر بهاد حتى كنسالي الخبز ديالي كامل، وكما كطيبو كتغطيه بشي منديل ضروري باش كيرجع عليه الصهد. ما تخليوش الخبز ديالكم طيبوه وخليوه يتعرض للهواء، لا دائما غطيو الخبز ديالكم. انا دائما اي حتى الخبز الفراغ كنغطيه، الرغايف بيدهم كنغطيه كما كنطيبه كنغطيه، كيكون عندي المهم وجد المنديل اللي غنغطيه به بطبيعه الحال كيكون منديل نقي وكنغطيه صافي. هنا كنطيب الخبز ديالي على ما الحيره كطيب التعريقه. ها هو الخبز ما شاء الله ملي وجد هانتوما كتشوفوا كتنيوه فحال الورقه وما كيتقطعش، كيرجع للحجم ديالو. صافي عملتو كميه كبيره كتحتفظوا فيها في المجمد، كتبقاو تجبدوا القياس اللي بغيتو. ومن الداخل هانتوما كتشوفوا كيفاش كيجي من الداخل مهوي. بعد ما طاب الحميص والعدس كنضيفوا المغاليان على المهم على حسب نتوما القياس اللي بغيتو. انا كنعمر هاد الطنجره كنكون موجده صافي كما كطيب، كنكون موجده المغاليان كنكبو كنخليها تغلي مزيان. وفي نفس ديك اللحظه كنعمل مثلا هذه بطاطا صغيره، ما تشوفوش هاد الحبات البطاطا هذوك. نقول لكم عقلكم انا هاد الطنجره هذه كنعبي لي 2 الحبات يكونوا كبارين و2 الحبات تخيزو، كنقيهم كنعمل لهم شويه د الماء وكنخليهم يغليو حتى كيطيبوا. فاش كيطيبوا كنطحنهم، ملي كنطحنهم مزيان بحال بوري مزيان كيطحنوا به. هاد الخضره هذه بها كنضوى الحيره، وصدقوني كتجي الحيره خفيفه على المعده احسن من داك الطحين. المهم انا هاد الطريقه هذه كتعجبني بزاف. وانتم على حسب الطنجره، انا قلت لكم هاد الطنجره هذه كتسعد ليطرو. هنا الحيره بعد ما غلات لي كنت ضفت لها الماء غليان، بعد ما غلات كنبداو نضيفوا هاد الخليط ديال البطاطا اللي طحنت وكنحرك مزيان صافي حتى كتغلي مزيان. كنخليو هاد الطباخ مزيان شي 4 ساعات تقريبا وحنا كنحركو. عاد كنضيفوا الفداوش حيت دغيا كيطيبوا الفداوش 5 دقائق الماكسيموم 10 دقائق كيطيبوا الفداوش. ما تعدلوش ديك الفداوش غلاطين، عدلوا ديك الفداوش رقاقين صافي. الفداوش عاود ملي كتعملوهم كتحركوا باش ما يلصقكمش لتحت في القاع ماكسيموم كيبقى. المهم الفداوش 5 دقائق 10 دقائق كيكونوا طابوا. وحنا واحد الاضافه كنعملوا ما عرفتش واش كلشي كيعملها ولا لا، حنا كنضيفوا في الاخر ملي كنكونوا غنجيو ندفعوا على الطنجره كنشبر واحد شويه د القزبر كندقوا في المهراز اولا قطعوا بيدك ستيتو كتشبر كتعصروا فوق الحريره
فقط غير ديك الماء القزبور فقط. هاد الاضافه هادي ما عرفتش واش كلشي كيعملوا ولا ما كيعملهاش، ماشي كتقطع الربيع وتسيبو فوق، لا غير الماء القزبور. انا كنطقطقو في المهراس حيت فرحانه بالمهراس طلعته من المغرب، طقطقتو فيها، دقيتو فيها وعصرته، لان للاسف الفيديو تحذف لي، ماشي تحذف لي حسب انا صورته، انا ما صورتوش، ولكن غايبه لكم شويه في الربيع في المهراس. هنا من بعد ما غلات مزيان 15 دقيقه تقريبا ملي عملت ديك البطاطا، غادي نضيف الداوج وانا كنبقى نحركها مده 5 دقائق حتى ل 10 دقائق، غير يطيبوا لي في الداوج ديالي. غادي نعمل ديك الطريقه ديال القزبور، او غادي يبان لكم الربيع في المهراس هو هدايا، دقيته وعصرت الماء ديالو. واحد الاضافه اخرى كنضيفوها ملي كنقربوا نطفيو الطنجره، ضفت بيضه مخلطه. ما عرفتي واش كلشي كيعملوا ولا لا، حنا ضروري نعدلوها سبحان الله، ما عرفناش علاش كنعدلوها، هي ما كتضيف لا مذاق لا حتى حاجه. المهم هيدا حنا كنعملوا لها. ها هي الحيله بعد ما وجدت صدقوني كتجي لذيذه بهاد الطريقه ديال التدوير ديالها بالخضره وخفيفه على المعده. نتمنى الحيله ديالي تعجبكم. ودابا غنوجدوا البريوات. بالنسبه للبريوات الكاوكاو غادي تحتاجوا المهم انا عملت 800 غرام د الكاوكاو محمر، كندهنوه بالزيت. داك الكاوكاو اللي مقشر كندهنوه بالزيت ونحمروه في الفران، غير بشويه زيت كدهنوه وصافي، ولا كاع لا دهنوه صافي. من بعد كطحنوها الطحنه الاوليه بوحديته، والطحنه الثانيه كتضيفوا له 150 غرام ديال السكر، كنعملش السكر بزاف حيت اصلا غادي يتعسل، وشويه د القرفه. ومن بعد ملي كيتطحن كتضيفوا له 2 معالق ديال الزبده لينه النوعيه جيده، والماء زهر حسب الخليط. انتما كتشوفوا الخليط كيفاش خصو يجي، كيجي شويه رطب. هنا هذه الورقه د تشينو استعملتها حيت هادو غادي نقليهم. هنا كنوريكم هذه كيجي فيها 40 حبه، قسمتها على 3، داك المربع قسمته على 3. بريوات كيجيو معوطين ماشي كبارين ماشي صغارين. بالنسبه للورقه دهنتها، وضروري اول حاجه الورقه ملي تقطعوها احتفظوا بها في البولصه ضروري باش ما كتنشفش معكم. دهنتهم بالزيت، غير بشويه الزيت وصافي، حيت غيتقلاو. لو كنت غنطيبهم في الفران كنت غندهنهم بالزبده نوازيط ضروري. الزبده نوازيط كتكون مخلطه مع شويه الزيت. كنعاود ناكد، اذا كنتو غطيبوهم في الفران كدهنوهم بالزبده نوازيط وشويه زيت مخلطه. اما الا كنتو غادي تقليوهم دهنوهم غير بشويه الزيت وصافي، حيت هما اصلا غادي يتقلوا وغادي ديك الورقه كتجي مقرمشه ما شاء الله. وكنلصقوهم يا اما بالطحين، انا لصقتهم بالطحين والماء، اولا بالبيض البيضه اللي بغيتو نتوما. اذا كنتو غطيبوهم في الفران بلا ما تدهنوهم بالطحين الخليط د الطحين اولا البيض البيضه، لان اصلا ملي كتنزلوهم في الصينيه كتنزلوا داك المهم الطرف الاخر كتنزلوه لتحت صافي. ملي كيدخل الفران ما هذاكشي ماشي بحال القلي خصك ضروري تلصقو. وهنا غادي صافي غادي تشكلوا شنو اسمه البريوات ديالكم. اهم حاجه البريوات ديالكم ما عمركم تعدلوا الحشوه بزاف، ما خصهمش البريوات يجيو مدكسين، البريوات خصهم يجيو مهويين من الداخل باش ديك الحشوه كيوصل لها العدس، ما خصهاش تجي مبومبيه نهائيا. هانتوما كتشوفوا كنبقاو دتنيو كيجيو رقاقين، لان اصلا ملي كيطيبوا مباشره كيتضاعف الحجم لا ديال اللوز ولا ديال الكاوكاو، كيتضاعف الحجم ديالهم. تصور نتينا غادي تعمل الحشوه بزاف وغادي وما تزيرش. اول حاجه ما تزيرش يدك في التلوي ديال البريوات، خصك يدك يمشي مرخوف، ولكن قنوته خصك ترد بالك معاهم. انا تما كنشرح القنت خصك ضروري تشدو باش ما تخرج لكش الحشوه ديالك. اذا خرجت لك الحشوه ديالك باقي في الفران ماشي مشكله، ولكن في القلي اذا خرجت لك الحشوه غتخلط لك مع داك الزيت وغيتوسخ لك داك الزيت وغيترونوا لك داك البريوات. تما في الفران كيسمى ما صافي غادي يخرج غيبقى مطعو تما. هذه كنصيحه. وكدلوي ويدك مرخوف ماشي مزير باش داك اللوز اولا الكاوكاو اللي كيكون كيتقلى كيكون كيطيب فاش كيتضاعف الحجم ديالو كيجبر فين يتسارى كما كيقول واحد، كيجبر الاتساع. هاد الطريقه هذه شفتها عند نتوما قولوا لي كلشي كتشوفوا سي انا كنتفرج وكنشوف. وغادي نشكر موالين الوصفه. كانت حتى هي استضفات وقيله قناه زبيده، كانت
كانت استضفات مريم بركات، هي اللي شفت الطريقه هذه د البريوات ديالها كيفاش كتشكلهم. بعد ما كتلصقهم هيدا المهم كنلصقهم بالخليط د الطحين اولا خليط البيض البيض، كتحشيه في ديك الجيم بحال الجيم، وهنا غادي تضغطوا عليه. شفتوه كتجي مهويه البريوه، ولكن ما تخليوهاش هيدا، غادي تسطحوها ترجعوها للشكل ديالها، يعني بحال اللي كتهوي البريوه باش الكاوكاو كيجي مرخوف من الداخل وكيجي معلق وكيوصل له حتى العسل. نتمنى يكون الشرح مفهوم. غادي نعاود نشارك معكم، لان بالخصوص واحد الاخت كانت قالت لي خايل لها نعمل شي فيديو ديال البريوات، ما كتعرفش تشكل البريوات. كنحييها من هذا المنبر، غتكون عارفه راسها تكون كتفرج فيا ان شاء الله. اذا بغيتي تتعلم تزيد تلاقي يدك في البريوات، تشبر واحد غير الورقه عاديه، الورقه اللي كيكتبوا فيها، وعمل نفسك قطع شرائط، وعمل نفسك بحال اللي غادي تشكل البريوه، وبقى تدرب يدك. هذه كنصيحه. هنا كندهن غير بشويه الزيت، قلت لكم ماشي بزاف. اذا كنتو غطيبوهم في الفران ضروري شني اسمه، ضروري الزبده نوازيط وشويه الزيت. هنا كنقول لكم اذا بغيتو تكوروها كوروها، ما بغيتوش ماشي مشكله. والقنوته ضروري تعمروهم، لان القنوته اذا ما عمرتوهمش في القلي اولا في الطيب دغيا كيتحرقوا. كتعمروهم وفي نفس الوقت هنا كنقول لكم خصكم ضروري تمسحوا يدكم، لان الحشوه رطبه. ملي كدهدك بيدك كيتوسخ لك الاصابع ديال يدك، وملي تكون كتشكل عاد توسخ الورقه. وحنا خصنا بريوات يجيو نقيين. كنقول لكم مسحوا يدكم. هذاك الكاغيط كنعاود نشرح. المهم كنحاول ما امكن يعني الفيديو يكون واضح. صافي كتستمر بهم، كتبيتهم ليله كامله، ما كتخليهمش فوق بعضياتهم، يعني كتستفهم في الصينيه وخليهم ليله كامله كينشفوا حتى لغدا. يا اما طيبهم في الفران، يا اما طيبهم في شنو اسمه، يا اما قليهم في الزيت. هما لغدا في الصباح، باش في الصباح ما شاء الله كيجيو فنين. كتسخنوا الزيت سخونه. انا غنطيب فريدوره باش كنسهل عليا المأمور هي، ولكن ضروري ما كنقلب بالمشوه، ماشي كنقلب في ديك اللحظه هذيك، كنقلب حتى كيبداو يشبروا في راسهم، وما تستناهمش يتحمروا، لان الورقه د التشينوس ما كتحمرش بالزيان، ماشي بحال الورقه اللي كتكون معدله على اليد. هنا بعد ما كنت كنحرك، نتوما ملي تقليوهم في المقله تكون ثقيله والزيت غزيره بطبيعه الحال، ملي كتعملوهم كتخليوهم واحد شويه حتى كيشبروا في راسهم، ديك الساعه كتبقاو تدوروا بحال اللي كتعملوا الدائره كتحركوهم. ولا شفتوا شي وحده تحمرت كتهدكوها، هذا اللون فقط اللي خصو يوصل له، ما تستناوش عاد يزيد يتحمر، لان الورقه ديال التشينوس ما كتحمرش. كتعملوهم في العسل، خليوهم ليله كامله اولا خليوهم حتى لغدا اللي بغيتو نتوما. العسل حتى هي كندفيها حيت كتكون شويه قاصحه. كنبيتهم ولا خليو انا خليتهم تقريبا نهار كامل فيهم حتى الليل عاد حيدتهم منه. المهم صافي من بعد كتزوقهم باش ما بغيتو. هادو هما البريوات اللي حضرت معكم. نتوما غادي تشوفوا، غنفتح معكم وحده كتجي العسل، كتشوفوا العسل متكيه داخله في وسط الورقه وما جاوش منفخين. هاهما كتشوفوهم. بالنسبه للتزيين كيبقى اختياري، انا كنعملو في كويرطات باش ما كيبقاوش يلصقوا فوق بعضياتهم. المهم كيعجبني نعملهم في كويرطات. هنا غنفتح معكم وحده غتشوفوها كيف جات. كتجي العقده معلكه ورطبه ماشي مدقصه، والعسل واصله لها حتى لداخل. هادشي كنقول لكم ملي تكونوا كتعمروهم ما تعمروش الحشوه بزاف باش ما يجيكمش بحال ملي كتكون كتاكل المهم كيجي مدكس، والورقه كتجي مقرمله غزاله. هذا هنا غنوجدو فلان. هذا الكراميل السكر عادي كنعدلو في المقله حتى كيرجع كراميل، كنوزعو في المول بهذه الطريقه. هذه بغيتو تشريو داك الكراميل جاهز شريوه، انا ما كانش عندي، عدلتو لراسي. صافي كتوزعو على المول بهذه الطريقه. هذه
بالنسبه للمقادير غادي تحتاجوا يطرو ديال الحليب كامل الدسم، ويطرو ديال كريمه الناطا. اللي بغى يعمل نص قياس عمل نص قياس، ماشي مشكله، يعمل غير نص يطرو د الحليب ونص يطرو د الناطا. وبالنسبه للكواخاضه يعمل 2 كواخاضه، واحد فلانشينو، واحد معلقه د مايزينا. واللوز يعمل 125 غرام. بالنسبه للوز الا كان الطرون ديال اللوز متواجد، دابا ما كاينش متواجد، واخا يكون متواجد دابا في هاد اللحظه هادي راه عادي. انا كنشبر غير اللوز كنحمرو، يعني المهم على حسب. انا اصلا كان عندي واجد اللوز، كنبقى لي من معسلات. هذه كواخاضه كنحتاجو 3 ساشيات بالنسبه ليطرود الحليب ويطرود الكريمه د الناطا. 3 ساشيات، واحد فلانشينو، و2 معالق د مايزينا ما يكونوش عامرين. 2 معالق د مايزينا ماشي عامرين. والسكر على حسب الذوق ديالكم. انا عملت 3 معالق السكر، جا هو هذاك ما جاش حلو. يا اما طحنوا اللوز ديالكم بوحديته، يا اما خلطوه مع الكريمه وطحنوه مزيان مع شويه الحليب وطحنوه مزيان، من بعد رجعوه عملوه فوق البوطه يطيب. هنا كنضيف الحليب. انا عملت غير شويه الكريمه شويه الحليب وعملت داك اللوز طحنته، حيت اللوز كان عندي مخلط، النص كان عندي محمر بالقشور والنص كان بقى لي كيسمى مقشر ومحمر. انا كنفضل كاين اللي كيعجبو مهرمش هو فيه اللوز هيدا فلان، انا ما كيعجبنيش مهرمش حيت اللوز ما كيتفجر كيرطب. وحتى التزيين ما زينتوش باللوز حيت التزيين كيتزين باللوز. هنا كنزيد يطرد الناطا. حتى التزيين ما كنزينوش باللوز لان كيعجبني نزينو باللوز ديك اللحظه اللي غتكون عاد كيلو. دابا حنايا مع صايمين يعني غادي كيبقى في النبيره وديك اللوز كيرطب. التزيين كيعجبني مثلا الا كانوا هيدا غادا كلو في ساعته، اولا مثلا يكون بنادم ماشي من غير الفطور، يعني ما يكونش الواحد صايم، ايامات العاديه يعدلوا باش ملي كياكلوا في نهارو. دابا بحكم الصيام صافي كلينا شي حاجه في السحور، هاو باقي عاود شي حاجه. واذا عمز وقته باللوز غادي يرجع رطاب، وانا ما كيعجبنيش اللوز ما كيرطب، كيعجبني يبقى فيه ديك التقرميشه ديالو. المهم هذه كنصيحه، انا ما زينتوش نهائيا. هنا غادي نعمل كواخاضه ديالي 3 ساشيات ديال كواخاضه، وغادي نعمل فلان دو تشينو، و2 معالق مايزينا ما يكونش عامرين. هاد الكواخاضه كتعطي المذاق مزيون. كاينه قلت لكم طريقه اخرى ديال بفلان رويال وفلانات دو تشينوس، ديك الساعه نشاركو معكم ان شاء الله. واللوز هنا عملت 250 غرام. كاين اللي كيعمل اللوز محمر بالقشور ديالو، وكاين اللي كيعملو مقلي في الزيت ومطحون. المهم اللوز نتوما كتحكموا في المهم بغيتوه مهرمش بغيتوه مطحون مزيان. انا عملته طحنته مزيان حيت ما خصنيش يجيني نتوما عارفين ملي غيبرد غادي يبقى يرجع رطاب. ضروري ما تحركوا مزيان هاد المكونات، عاد كتعملوها فوق النار. بعد ما عملتها فوق النار ضروري ما تحركوا لان مايزينا كتهبط للقاع. اذا ما حركتوهاش غتلصق لكم حتى كيغلي. المهم حتى كتطلع فيه الغليه، حتى كيغلي تخليوه واحد شويه يغلي، صافي كتطفيو عليه النار، كتشبروا في المول، كتعملوا واحد المعلقه فيه. هانتوما غتشوفوا الطريقه، كتبقاو تخويو على ديك المعلقه باش ديك معلقه كتجعلو انه يتوزع. هنا كتشوفوا من بعد ما خليته غلا، هايدا كتعمل المعلقه وكتخوي على ديك المعلقه بالضبط. بعد كتحيد المعلقه وكتخليه ساعه، كتخليه حتى كيدفى على برا، حتى كيدفى مزيان ساعه د المكانه تقريبا. عاد كدلويه في السلوفان، غطيلو الوجه ديالو بالسلوفان وعملوه في النبيره بالصحه والراحه. والتزيين انا قلت لكم التزيين بغيتو تزينوه باللوز افيلي محمر ولا اللوز مهرمش، وكاين اللي كيقدموا بالفروته. المهم كيبقى الاختيار. المهم انا بغيت نشاركو معكم لان سمحوا لي تكل ونسيت ما صورتش، كنت مدوخه. صافي من بعد ما كتعملوا في النبيره حتى كيدفع على برا الاول ساعه المكانه تقريبا، عاد كتعملوه في النبيره كيف قلت لكم، وغطيوه بالسلوفان الوجه ديالو. هو فلا من بعد ما وجات كيجي لذيذ،
كيجي القوام ديالو كريمي وشابر في راسو. نتمنى الفيديو ينال اعجابكم، وشكرا لكم من القلب الخالص، ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.